في هذه اللحظات مشاهدينا لحظات انقاذ احد البحاره من اللي كانوا عالقين في السفينه في هذه اللحظات. المشكل اللي كاين ان الماء كيحاصرهم في هذه اللحظات. نسال الله السلامه المشاهدين الاوفياء. يعني انقاذ احد البحاره في هذه اللحظات هو اللي مخرجينه. نسال الله السلامه. يعني كيحاولوا انهم يتاكدوا من الحاله ديالو. اول واحد عسكر. لا راه كنتقول ولا كنت هذا اول واحد غيهبط اول واحد الاشاره مشان اوفياء. هذا اول واحد غيهبطوا عبر السلم. كانت المروحيه قامت بالنقل. بقى معنا بعض واحد غنحاول ان ناخذ الدماغ ونطلبوا لنا التصريح ديالو. اول واحد غير عسكر. اذا للاشاره مشاهدينا يعني اول واحد غير يهبطوا من السلم بعد ما كان الاخرين وحدين اخرين. يعني النقل تم النقل ديالهم بواسطه مروحيه. هذه اللحظات كتم النقل ديالو نحو والسير. في هذه اللحظات تدخل عناصر الوقايه من اجل النقل ديالو. نسال الله السلامه في هذه اللحظات في المشهد المباشر. قال موعش الدوخه ديال القرب. انا غير دابا غينزلوا الثاني. هذا هو اول عامل غيهبطوا عبر السلم بعد ما تم نقل اخرين عبر طائره مروحيه في هذه اللحظات. مشاهدينا يعني مجهودات كبيره كتبذلها السلطات المغربيه. هذا الثاني غادي يتم النقل ديالو. هذا هو الثاني غادي نهبطوا دابا. يعني كنتمناو لهم السلامه. للاثاره مشاهدينا حنا كنتواجدوا بمدينه المحمديه. يعني هذه الباخره العملاقه كانت حصلات في هذه البلاصه. ملي وقفات كان ضربت يعني كان فيها مشكل. بقى كيتفاعل ما تخرجاش. ملي خرجت ضربت في واحد القادوس. يعني تقرب من واحد الجهه. يعني كانت تقب على مستوى البدن ديالها. وفي هذه اللحظات يعني غيكون من الصعب انهم باش يخرجوا. العمليه الانقاذ في هذه اللحظات لازالت مستمره مشاهدينا الاوفياء. هذا العامل هذا احد البحاره اللي بعد ما تم النقل. هنا كنلاحظوا ان الدرك ما كيستعان ايضا بطائره الدرون يعني من اجل مراقبه هذه السفينه. يعني عمليه الانقاذ لازالت مستمره في هذه اللحظات. نسال الله السلامه. يعني اشراف فعلا. هذه العامل الثاني غادي نهبطوا في هذه اللحظات. لا راه كان قبيله البحر طالع. دابا بدا كيرجع للبحر. تم إنقاذ أول أشخاص اللي كيتم الآن التأكيد بالهوية ديالو. كذلك شخص آخر. إذن راه أي شخص يتم الإنقاذ ديالو كيبداو كيتعرفوا على الهوية ديالو. هو الشخص الثاني اللي غادي ينزل. الله يحفظ السلامه للاخوان. راه شافوا الموت الناس انا سمعتهم. اذا للاشاره مشاهدينا الاوفياء هذه واحد السفينه اللي تفاعل البحر طاحت هنا في هذه البلاصه تغرقت. عفوا يعني كنقولوا وقفات في هذه البلاصه. كاين اعطاب كاين اضرار على مستوى البدن ديالها بعد ما يعني ضربت في واحد القادوس هنايا. كان وقع لها مشكل داخل. ما عرفناش بالضبط المشكل كان وقع لها شنو هو. يعني المشكل كتلاحظوا هنا وانه البحر مره كيدفع في هذه اللحظات. يعني تتم عمليه انقاذ العمال العالقين في هذه اللحظات مباشره من مدينه المحمديه. أي شخص يبداو كيتعرفوا على الهوية ديالو بطبيعة الحال عناصر الأمنية هنا كياخذوا الباسبور ديالو جواز السفر باش يعرفوا مصدر الرأس ديالو الهوية ديالو.
كياخذوا لهم باسبورات ياك؟ بطبيعة الحال كياخذوا جواز سفر من اجل باش يتعرفوا على الهويه ديالو، وكذلك قبل ما يتاكدوا من الهويه ديالو كيشوفوا الصحه ديالو هي الاولى، الصحه ديالو هي الاولى. يطمنوا على الصحه ديالو باش انهم يعرفوا شكون هو هذا الشخص هذا. إذا مشاهدينا عاود لكم في هذه اللحظات استنفار أمني كبير في مختلف قوات الأمنية بالمغرب في هذه اللحظات في مدينة المحمدية، يعني من أجل إنقاذ العمال العالقين في هذه اللحظات من هذه الباخرة. كاين ناس اخويا، كاين ضحايا اخويا، كاين ناس كتقص اللي ينحاس بساحل شاطئ مونيكا بمدينة المحمدية كيف كتشوفوا معنا. وبعض اخرى باقي واحد. يعني في هذه اللحظات عملية إنقاذ لا زالت مستمرة من أجل إنقاذ باقي العمال أو البحارة العالقين في هذه اللحظات مباشرة. صراحة بعد ما تم إنقاذ البعض منهم بواسطة مروحية الإنقاذ التابعة للبحرية الملكية، كان واحد التدخل يعني احترافي وجيز تم فيه إنقاذ جوج ديال البحارة في اللحظات الأولى بعد ما كانت السفينة كتمايل وسط الأمواج. في هذه اللحظات يعني كتم العملية إنقاذ باقي البحارة العالقين في هذه السفينة. للإشارة مشاهدينا يعني الحالة ديال البحر ما كانتش بحال الموقف الأول، يعني البحر يعني كان هائج في الأول، دابا كنلاحظوا أن مستوى المد يعني بدا كيتراجع شيئا ما، بينما مجموعة من البحارة مازالين عاقلين. في هذه اللحظة تتم عملية تأكد من جوازات السفر ديال البحارة الذي يعني كتبان عليهم أنهم من جنسية أجنبية أو من دول إفريقية. كذلك يوجد بعض أجانب آخرين. يعني هذه العملية ديال الإنقاذ لا زالت مستمرة في هذه اللحظات. هنا كنلاحظوا أحد العمال أو أحد البحارة تتم عملية إنقاذهم على يد الوقاية المدنية تحت إشراف عناصر الدرك الملكي وبحضور أيضا القائد الجهوي للدرك الملكي في هذه اللحظات. مشاهدينا مباشرة من مدينة المحمدية كذلك القائد المنطقة الإقليمية للأمن بالمحمدية أيضا هو حاضر، يعني الكل متجند من أجل إنقاذ هؤلاء البحارة في هذه اللحظات بعد تراجع منسوب مياه البحر. يعني هنا كلمة شكر حق العناصر الوقاية المدنية اللي كيقوموا بمجهودات جبارة. يعني عملية الإنقاذ كتطلب استراتيجية وكذلك تنسيق محكم بين مختلف الأجهزة من أجل إنقاذ. المشكل اللي باقي هنايا هو أنه المشكل ديال هذه السفينة يعني بعد ما تعرضت لأضرار بالغة في هذه اللحظات على مستوى البدن ديالها، يعني بعد ما خرجت هذه البلاصة نسأل الله السلامة في هذا البث المباشر والعاجل مباشرة من مدينة المحمدية. إذن في هذه اللحظات العامل الثالث بعد ما تم إنقاذ عاملين اثنين من قبل البحرية الملكية المغربية عبر طائرات مروحية، في هذه اللحظات تتم إنزال العمال عبر السلم اللي داروه في بدن اللي داروه في السفينة. يعني كيتم التأكد من جوازات السفر ديالهم، كيتم أيضا التأكد من الهوية ديالهم. في هذه اللحظات مباشرة من مدينة المحمدية يعني عملية الإنقاذ لا زالت مستمرة في هذه اللحظات. بالعكس أخي ما كاينش عشوائية دي احترافية في التدخل، لأنه يا أخي أنا كنت شفتي في الأول يعني فاش كتبان أن البحرية الملكية الطائرة تاع البحرية الملكية جات في واحد الظرف وجيز، واحد التدخل احترافي، يعني مع وقفات الطيارة كيف كنقولوا بالدارجة، مع وقفات الهليكوبتر، ما هبط منا السيد، مع طلع واحد، داك الشيء يعني تبارك الله عليهم، هذا الشيء احترافي الحمد لله. يعني شيء كامل هاد الجاهزية يعني كترجع كاملة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. يعني دائما المغرب بلد ديالنا دائما كنلقاو انه دائما كنلقاو الجاهزيه الكامله لاي تدخل. يعني اليوم كان واحد التدخل غنقولوا انه تدخل بطولي. من هذا المنبر غنبغيو نحييو الناس ديال البحريه الملكيه على المجهودات
اللي داروا. باش تاكدوا من الهضره اللي كنقول حاولوا ترجعوا اللايفات اللي كاينين قبل، غادي تشوفوا التدخل البطولي يعني اللي كان من طرف البحريه الملكيه، وكان واحد التدخل في واحد الظرف وجيز، تدخل بطولي. اذا في هذه اللحظات مشاهدينا الاوفياء في هذه اللحظات نسال الله السلامه. نشوفوا الامواج شحال، دابا هنا شوفوا الماء كيفاش كيدور عليهم هنا، راه هذا هو المشكل، راه صعوبه. يعني شوفوا هنا كيفاش الماء كيدور عليهم في هذه اللحظات، يعني هذه عمليه الانقاذ يعني ماشي عمليه سهله. اذا مشاهدينا نسال الله السلامه في هذه اللحظات في هذا البث المباشر مباشره من مدينه المحمديه. اذا الى هنا مشاهدينا الاوفياء غادي نودعكم في هذا البث المباشر ريتما تكمل هذه العمليه ديال الانقاذ. ندعوكم في هذا البث الى اللقاء بث مباشر اخر ان شاء الله. الشكر ايضا للعناصر على كل تدخل، على كل استجابه ديالها. دولة